عمرك كتبت معادلة في الإكسل ولما سحبتها لتحت أو على الجنب لقيت النتائج باظت؟ لو حصل معاك كده فالمشكلة غالبا مش في المعادلة، المشكلة في نوع الريفرنس اللي أنت بتستخدمه. عشان كده في التيب دي هنتعرف على نوعين من الريفرنس، وهما الابسوليوت ريفرنس والريلاتيف ريفرنس، وإمتى نستخدم كل نوع. هنا تقرير المبيعات لعدد من المديرين، والمطلوب مني إن أحسب البونص اللي هياخده كل مدير، وهو عبارة عن نسبة من المبيعات اللي بيحققها كل مدير. في الحالة الأولى هفترض إن أنا عندي البونص ده أو الكوميشن ده نسبة من المبيعات، وهي نسبة متوسطة. فلو رحت عندي للمبيعات اللي حققها كل مدير في كل فترة ربع سنوية وضربتها في الكوميشن ريت اللي عندي، هلاقي كده لحد دلوقتي المعادلة مظبوطة. فلو عملت لها سحب لتحت في الاتجاه الرأسي أو في الاتجاه الأفقي، هلاقي إن المعادلة عندي باظت. فلو رحت عند أي خلية هلاقي إن المعادلة اتحركت عندي. دي مفيهاش مشكلة إن المدير باع في الربع سنوية التالتة دي مبيعات ب27,000، والكوميشن بتاعي حصل فيه مشكلة. المشكلة دي بتظهر غالبا لأن الخلايا لما بيتم سحبها بتتحرك كل خلية موجودة في المعادلة خلية تحت. لو انت حركتها في الاتجاه العرضي هتتحرك خلية، ولو انت حركتها لتحت هتتحرك خلية. ازاي ده بيحصل؟ يعني انا الخلية الاولى عندي كانت البي 9 في الجي 5، فلما اعمل لها سحب هلاقي ان هي كل الخلايا اللي موجودة هنا اتسحبت لتحت خلية. طيب لو سحبتها في الاتجاه العرضي هلاقي ان الخلية اتحركت خلية في الاتجاه العرضي. طيب انا محتاج اعمل حاجة، وهي ان انا عايز اثبت الخلية دي اللي موجود فيها الكوميشن ريت بتاعي. عشان اثبت الخلية دي فانا هختار الخلية. فانا هعمل المعادلة دي ازاي؟ هختار الخلية بتاعتي اللي فيها السيلز، ودي ما فيهاش مشكلة ان هي تتحرك معايا، وهختار الكوميشن ريت الافريج بتاعي. لكن في الحالة دي أنا هختار F4 عشان يعمل لي فيكسيشن للخلية دي أو absolute reference. لما أعمل سحب للخلية دي في الاتجاه الرأسي مفيش مشكلة، ولما أعمل سحب في الاتجاه العرضي مفيش مشكلة. هلاقي النتائج معايا مظبوطة. شايف عندي هلاقي إن النتائج مفيهاش أي مشكلة. وبكده أنا حليت المشكلة دي. ده في حالة إن الخلية متثبتة في الاتجاه الأفقي والاتجاه الرأسي. انما في الحالة التانية لو انا عندي الكوميشن متغير لكل فترة ربع سنوية، فانا هطبقها ازاي؟ وهي ان انا هختار السيلز، ولما اروح عندي للكوميشن ريت في الربع سنوية الاولى واختار F4 هلاقيه ان هو ثبتهولي. ولما اعمل سحب في الاتجاه الافقي والاتجاه الرأسي واروح اشيك على المعادلة بتاعتي هلاقي ان الكوميشن عندي مختلف. انا محتاج ان الكوميشن ده يبقى في الخلية دي لان دي الربع سنوية التالتة. طيب احلها ازاي؟ وهي ان انا هختار الخلية بتاعتي وهروح اضغط عليها F4. طيب انا محتاج ان الخلية دي تتحرك، اللي فيها الكوميشن ريت دي تتحرك في الاتجاه الافقي وما تتغيرش في الاتجاه الرأسي. يعني انا محتاج ان الاعمدة تكون حرة معايا، والصفوف تكون الأعمدة تكون حرة معايا، والصفوف تكون مثبتة. يعني مش لما اسحبها في الاتجاه الرأسي ما تتحركش معايا، ولما اسحبها في الاتجاه الأفقي تتحرك معايا. عشان اعمل دي هعمل تثبيت، بس تثبيت جزئي، وهي ان انا محتاج ان الصف ده يتثبت. لو ضغطت F4 تاني هلاقيها بتتغير معايا الفيكسيشن بتاعي لحد ما ارجع للصورة العادية وهي الريلاتيف ريفرنس. طيب عشان اختار تاني هلاقي ان هو ثبت عندي الصف ومنعه ان هو يتحرك معايا. اعمل سحب في الاتجاه الرأسي
وفي الاتجاه الأفقي هلاقي إن الكوميشن معايا دي الفترة الربع سنوية التالتة، ودي الخلية مظبوطة ما فيهاش مشكلة. هلاقي إن هو اتحرك معايا في الاتجاه الأفقي واتثبت في الاتجاه الرأسي. وبكده أكون شرحت لك الفرق بين الريلاتيف ريفرنس واللي هو في الصورة العادية، والابسوليوت ريفرنس اللي انت بتعمل بيه تثبيت للخلايا ان هي تتحرك في اتجاه او ان هي تتثبت كليا. تابعني الفترة الجاية عشان هنتكلم على تيبس هتفرق معاك. شكرا.